تفهمنا. انا ديال المهام الصعبه، انا خليوني شي حاجه اللي ماشي اجي وعملها، انا ديال شي حاجه ابعد واعمق من كتحس براسك اسد. الدرغام، الغضنفر، الباشق، القمقام، هذو اسماء ديال الاسد. الكولونيل الأسد، الغضنفر الحقيقي اللي كيستحق جميع أسماء الأسد اللي وصلت في اللغة العربية ل 300 اسم. كولونيل المهمات الصعبة الحقيقي اللي الاسم ديالو كان كافي يخلي جردان البوليزاريو مرتزقة النظام الجزائري الفاسد يتخباو في الغيران ديالهم. الكولونيل اللي كيشهد في حقه العدو الصديق وحتى الصحافة أنه كيجمع الذكاء، الشجاعة وتمغربيت اللي كتلخص القوة، الشهامة والرجولة. الكولونيل ماجور المهندس محمد الغجدامي، ثعلب الصحراء، صانع مع باقي أشاوس الجنود المغاربة باللواء السادس للمشاة سيزيام ريم، ملحمة بئر نزران. الكولونيل ماجور المهندس محمد الغجدامي من مواليد 1935 بمدينة العرائش، العسكري المخضرم اللي تلقى التكوين العسكري ديالو بدولتي فرنسا وإسبانيا، تخصص تفكيك الألغام. هذا التخصص اللي تجاوزو أصبح قائد أقوى فوج بعد ما قام ونجح في عملية تفكيك الألغام وجمع معلومات استعلاماتية في الصحراء المغربية. الصحراء المغربية اللي كانت آنذاك تحت الاستعمار الإسباني، العملية اللي كانت ناجحة واللي ما ساق ليها الخبر لا المرتزقة البوليزاريو لا النظام الجزائري ولا القوة الاستخباراتية الإسبانية. هذا النجاح خلى قياد الجيش المغربي يعينوا الكولونيل محمد الغجدامي قائد الفوج الأقوى في الجيش المغربي سيزيام ريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في 14 غشت 1979 كان يوم خالد عند المغاربة، اليوم اللي تكالب فيه النظام الجزائري الليبي الكوبي والفيتنامي وراء مرتزقة البوليزاريو. هاد الأنظمة اللي زودت البوليزاريو بالعتاد والأسلحة وتقنيين من أجل هزيمة الجيش المغربي، جيش المرتزقة اللي كان كيتكون من 3000 عنصر، وبتواطؤ أيضا مع النظام الموريتاني بعد الانقلاب العسكري. هجموا على غفلة على الجيش المغربي بحامية بئر نزران، الجيش المغربي اللي كان كيتكون من 800 جندي مغربي دون عتاد كافي، 3000 مقابل 800، 3000 عنصر مرتزقة. هجم في فجر خريف سنة 1979 بكل قوة وحشية لمدة دامت 8 ساعات، والنتيجة كانت هزيمة المرتزقة رغم العدد والعتاد، هزيمة تاريخية وهروب جبان مع ترك العتاد من مئات العربات وقذائف الهون وراجمات الصواريخ مع خسارة في الأرواح. أكثر من 80% بين القتلى والجرحى والأسرى في صفوف المرتزقة، والقلة القليلة اللي هربات الأراضي الموريتانية. الجيش المغربي اللي استعمل في الاتصالات اللاسلكية اللهجات السوسية والريفية والزيانية باش ما يتوقع العدو الخطوات القادمة ديال الجيش المغربي. فوز الجيش المغربي في معركة بئر نزران خلى نجم ديال الكولونيل محمد الغجدامي يسطع في هواء الصحراء المغربية، لأنه صاحب فكرة التواصل بالأمازيغية وصاحب تقسيم 800 جندي مغربي إلى فرق متنقلة ومتحركة والهجومات الخاطفة عوض الدفاع. الكولونيل خلق للجيش المرتزقة عقدة نفسية وللأنظمة البائدة عقد تاريخية بقات وصمة عار في تاريخهم، رغم أن معظم الأنظمة اللي كانت معادية للمغرب أصبحت في مزبلة التاريخ. بعد الهزيمة المذلة في بئر نزران بغات الأنظمة مع المرتزقة تثأر من الجيش المغربي. سنة 1980 هجوم المرتزقة على راس الخنفرة واللي استهدف الوحدة التقنية المشرفة على بناء الجدار العازل، لكن الجيش المغربي بالحنكة ديال الكولونيل الغجدامي وشجاعة ديال الجنود توقع الهجوم
والحق بالمرتزقة هزيمة ثانية، واللي طوق المرتزقة وقتل فيهم أكثر من 150 جندي وجرح واعتقل العديد منهم، لتليها هزيمة أخرى بمعركة الحوزة. للأسف ظهور نجم الكولونيل الغجدامي كان مفاجئ، والغياب ديالو أيضا كان مفاجئ. تم إحالة ديال الكولونيل محمد الغجدامي في أوج العطاء ديالو للتقاعد بشكل غير متوقع. لسوء الحظ كان الكولونيل محمد الغجدامي محسوب على الجنرال حمد تليمي، رغم أن الجنود والضباط اللي عاشروا الكولونيل محمد الغجدامي كيأكدوا الشجاعة ديالو وكيأكدوا أنه ما كيعرف غير الصحراء والقرطاس ومحاربة العدو. لكن فاش بدات عملية تصفية الضباط الموالين للجنرال أحمد تليمي تحسب الغجدامي عليهم. توفى الكولونيل محمد الغجدامي بهدوء في المستشفى العسكري يوم 14 ماي 2003 عن عمر ناهز 68 سنة، يوم اللي تصادف مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية.